السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم فيديو جديد، لقاء جديد بكم، أتمنى أنكم تستفيدوا بيه. النهاردة أقدم لكم فيديو جديد عن الطاسات غير اللاصقة، أيا كان نوعها، تيفال، مثلا سيراميك، جرانيت، أي نوع من الطاسات غير اللاصقة. هقول لكم على ازاي تحافظوا عليها، وازاي تستخدموها لأول مرة، وازاي نمنع انها تتخدش، وكمان طريقة الاستعمال الصحيح ليها عشان نحافظ عليها أطول مدة ممكنة من الأول، ونكون فاهمين من الأول عشان ما نلفش وندور حوالين بعضينا. الطاسات غير اللاصقة ملهاش عمر طويل، يعني مش هتعيش معاكي كتير. هي بس احنا بنحاول زي ما بيقول، احنا فاهمين بعضينا ان هي هتتخدش وان احنا هنرميها بعد فترة. فبتبقى اسعارها متفاوتة، ويمكن انا شخصيا لما بشوف اسعارها على السوق دوت كوم او اي حاجة اونلاين، بلاقي اسعارها رخيصة، بستعجب اقول ليه هي سعرها رخيص كده كده، لان بصراحة انها بعد فترة بسيطة هتبوظ. فتعملي حسابك كده انك هتشتريها وانها هتبوظ. ايا كان نوعها، كان نوعها غالي رخيص، كوري، تركي، مصري، هندي، اي نوع، هتبوظ بعد فترة. بس هي بتطول فترة عمرها على حسب طريقة استعمالك، وعلى حسب الطبقة اللاصقة المحطوطة عليها، سميكة ولا رقيقة. فاحنا بنعمل في حسابنا من الاول انها هتبوظ. فانت ما تيجي تشتريها تبقى عامله ميزانيه، مثلا هتعيش مثلا 6 شهور، هتعيش سنه، هتعيش سنتين، هتعيش شهر، على حسب الفلوس اللي انت دفعتيها فيها. وتحاولي انك تحوشي عشان تشتري غيرها. طب ليه بنشتري غيرها برغم ان احنا عارفين انها تبوظ وهتترمي؟ لان الطبقه غير اللاصقه دي حافظ لك على معظم الاكل اللي بيتلزق لما بتيجي تحمريه او تقليه. وكمان لما بتيجي تستخدميها بتحطي مادة دهنية قليلة، فهي تعتبر صحية من ناحية، ومن ناحية تانية بتعتبر ضارة جدا لما بتبوظ وتتخدش. فاحنا كل اللي عايزين نعمله ان احنا نحافظ عليها من الخدش. فاول حاجة ما تيجي تستعمليها اول مرة، بتحطي كمية من الزيت وتوزعيها على الطاسة من جميع الانحاء. بنحطها مثلا بفرشة سيليكون، بمنديل، ونوزع على جميع انحاء الطاسه. بنحاول بكده ان احنا نمنع انها تتخدش بسهوله او تبوظ بسرعه. بنجيب بعد كده شويه بريل مواعين او اي صابون سائل، وبندعك الطاسه عادي بالبريل المواعين او سائل التنظيف. ما بنحاولش نحط اي مواد كيميائيه فيها، يعني ما تحطيش ملح ليمون فيها، ما تحطيش اي حاجه خادشه لسطحها، سواء كانت معدن او الاسفنج اللي بنيجي نستعمله لغسيل المواعين. ما تيجي تغسلي الطاسه حتى لو كان فيها حروق، ما تغسلهاش غير بالاسفنجه اللي هي الناعمه. الطبقة الخشنة من الاسفنجة تغسلي بيها قعر الطاسة، يعني الحتة اللي بتبقى ملامسة للنار هي اللي تغسليها بالطبقة اللي بندعك بيها زي السلك كده. لكن من جوه الطاسة لازم تغسليها بسفنجة ناعمة. لو كان اتحرقت مثلا على النار او حصل لها خدوش او اي حاجة لازقة فيها، بتعملي ايه؟ انك تحطي فيها كمية من المية وتسيبيها مثلا من بالليل للصبح، وبتبتدي تغسليها عادي بطبقة الاسفنج. دي ليفة كربونية بنغسل بيها المواعين. بنحاول ان احنا نعمل بالطبقة اللي هي السوداء دي، لكن الطبقة البني اللي هي الخشنة دي بنغسل بيها قعر الطاسة بس. طبعا ما بنيجي نستعملها بنستعمل معلقة سيليكون او شوكة سيليكون، ما بلاش خالص ان احنا نستعمل اي حاجة معدن. تاني حاجة، لما نيجي نحطها على النار ما نسيبهاش فترة على النار تتحرق على النار من غير مادة دهنية أو جواها حاجة. يعني أول ما تحطيها على النار يعني تنشف من المية اللي تكوني غسلاها بيها، أو تنشفيها بمنديل ورق وتحطيها على النار، وتضيفي المادة الدهنية على طول، أو تضيفي
السمنة او الزيت اللي هتستعمليه. في الفيديو هنا بوريكم ان انا كنت بحمر فراخ وبعمل طشة التومة عشان استخدم الطاستين اللي انا جايبهم. على فكرة الطاستين دول نوع اسمه تروفال. النوع ده يعني الريفيوهات عنه ان هو يعني مش بيعيش كتير زي ما انا بقول لكم كده، وهو رخيص. يعني الطاستين دول كانوا عرض على سوق دوت كوم. اشتريتهم تقريبا ما بين 130 او 154 او 160 جنيه. يعني انا مش فاكره لان انا جايباهم من فتره طويله، بس يعني ما استعملتهمش غير الايام دي. كنت برضو عايزه اعمل لكم ريفيو عنهم، بس يعني في حاجات كتير كده الظروف ما بتسمحش ان انا اصور. لما بنيجي نحمر شايفين حطينا المادة الدهنية، والطاسة برضو تعتبر متوسطة، مش كبيرة قوي. فالمادة الدهنية لما بتحطيها بتبقى عالية، وما تيجي تحمري الحاجة بتبقى لونها ذهبي وحلو جدا، ويعني هو اللون اللي احنا بنحبه في التحمير. برضو لما هنيجي نستخدم الطاسة من أول تحمير الطاسة لغاية آخرها، بتبقى الحاجة بتطلع بنفس اللون، وما بتبقاش يعني تتحرق ولا يجرى لها اي حاجه. ونفس الماده الدهنيه تقريبا بتحافظ عليها، ما بتبصي لغايه اخر تحمير. يعني اول تحمير زي اخر تحمير. شايفين لونها ذهبي وجميل. فده من الاسباب ان الواحد بيشتري الطاسات غير اللاصقه. كمان بتوفر لك بدل ما تولعي الفرن وتحطي الحاجه تستوي في الفرن وكده وتتحمر في الفرن، بتاخد وقت وغاز وبتوفري. لما بنيجي نقطع التومة بتاعت مثلا طشة الملوخية، بتحطيها شايفين في الطاسة الصغيرة، تبقى السمنة عالية وكده، فما بتيجي تعمليها بتبقى رائعة بصراحة. فيعني ليها مميزات، واحنا زي ما بيقولوا احنا بنبقى عارفين الحاجة ونحاول نحافظ عليها. شايفين بستعمل معلقة السيليكون، ما حطيتش معلقة معدن ولا اي حاجة معدن علشان ما تتخدش وتبوظ. ويعني هتعيش لها فترة وبعد كده تبوظ نرميها ونشتري واحدة غيرها. مش هتبقى تمنها غالي ولا حاجة، بتبقى تمنها متوسط. يعني ما تيجي تحسبيها هتلاقي مثلا الطاسة هتقعد معلش هنا القدحة التليفون ما جيت اقفله، فالقدحة يعني الطاسة كبيرة عليها العين، القدحة اتقلبت شوية. معلش انا مرضتش احذفها في الفيديو عشان دي بتحصل في كل البيوت يعني، فسامحوني. شايفين القدحة تبقى كتير كده. الحلم بتاعنا واحنا بنعمل الملوخية تبقى القدحة كتيرة كده ونحطها، وتبقى الملوخية حلوة بالهنا والشفا ان شاء الله. فما نيجي نعملها شايفين طشتها، حطيت شوية خل وشوربة وكملت طشة الملوخية عشان تبقى طعمها حلو. حاولوا انكم تحافظوا على الطاسات اللي بتشتروها بالطريقة دي بالزيت، وانك انت ما تيجي تشطفيها بعد كده او تغسليها تمسحيها بسفنجة وتشطفيها بمية عادية، وهي سخنة، ما تشطفيهاش بمية ساقعة على طول. سيبيها تبرد شوية وبعدين ابتدي اشطفيها براحتك.